بني مزار والسر اللي محدش قاله. ايه الحكاية اللي بدأت سنة 2005 ولسه لحد النهاردة ما انتهتش؟ احنا مش بنحكي مجرد حادثة، احنا بنفتح ملف جريمة غريبة ومحدش فاهم ليها حاجة لحد اللحظة دي. ليه حصلت وازاي ومين اللي وراها؟ أسئلة كتير تاهت وسط المحاضر، بس في الحلقة دي انتوا هتسمعوا اللي ما سمعتوش قبل كده. معاكم حازم درويش، واللي هيكشف لكم الحقيقة اللي استخبت السنين. فصلي على النبي في قلبك ويلا بينا. في بني مزار وفي أحد القرى في المنيا، بالتحديد يوم 29 ديسمبر 2005، نلاقي الحاج أبو بكر نازل يصلي الفجر زي كل يوم، والطبيعي إنه بيقابل أخوه طه في المسجد. لكن في اليوم ده بالذات طه ما جاش، وأبو بكر قال يمكن راحت عليه نومة أو مامته تعبانة شوية وقعد جنبها. خلص صلاة الفجر وراح ليهم، قعد يخبط على الباب بس محدش بيفتح، والدنيا كانت ضلمة كحل، حتى لمبة الجاز اللي كانت دايما منورة في الحوش كانت مطفية. أبو بكر ملقاش حل غير إنه يطلع المفتاح اللي معاه، وكان داخل بينادي على أمه وأخوه بس ما كانش فيه نفس. أول ما دخل الأوضة اتصدم من اللي شاف أمه مذبوحة ودماغها متكسرة ل100 حتة، وبطنها مفتوحة بشكل جراحي ممتاز من أول زورها لحد المنطقة الحساسة. ومش بس كده، ده العضو التناسلي كمان منزوع تماما. أبو بكر انهار وفضل يصوت، وطلع يجري على أوضة أخوه طه عشان يلاقيه هو كمان نايم في سريره بنفس السيناريو بالظبط، مذبوح وجمجمته متكسرة وبطنه مفتوحة بنفس الطريقة، حتى العضو الذكري مقطوع. البلد كلها صحيت على صريخ أبو بكر، والكل بدأ يعرف إن في مصيبة حصلت في شمس الدين. من ضمن اللي صحيوا على الصريخ بنتين ساكنين بعد 4 بيوت. نزلوا الدور الأرضي يشوفوا فيه إيه، لقوا أبوهم الحاج محمود وأمهم وإخواتهم الاتنين الصغيرين نايمين في أماكنهم، ولكن مقتولين بنفس الشكل وبنفس السيناريو. البنت الصغيرة من الصدمة فضلت تصرخ لحد ما طلعت الشارع، وأول ما طلعت أغمى عليها. بيتين في نفس الشارع حصل فيهم نفس الحادثة وفي نفس التوقيت وبنفس البشاعة، مجزرة بكل المقاييس، والناس بدأت تجري في الشوارع عشان تطمن على أهليها. وكان في طفل صغير اسمه محمود، ومن حسن حظه إن كان بايت عند جدته، ورجع الصبح عشان ياخد شنطته ويروح مدرسته. ولما دخل الشارع لقى الدنيا مقلوبة، واكتشف ان في مجزرة في الشارع، فطلع يجري على بيته عشان يلاقي ابوه الاستاذ يحيى وامه نعمات واخته واخوه الرضيع مقتولين بنفس الطريقة البشعة. بس المرة دي في حاجة غريبة، كان في 5 حمامات مذبوحين جنب الجثث، حمامة انتاية جنب الستات وحمامة ذكر جنب الرجالة. محمود الصغير لما شاف المنظر ده قلبه ما استحملش ووقع ومات من الصدمة في مكانه. وبكده وصل عدد الضحايا ل10 أفراد في 3 بيوت مفيش بينهم إلا 40 متر. البوليس وقف عاجز قدام مسرح الجريمة، متروس ناس ضيعوا كل البصمات، لكن الطب الشرعي طلع تقرير يجنن العقل. طريقة القتل كانت متطابقة في ال10 جثث، ضربة ساطور على الدماغ تخلص الموضوع، وبعدها يذبح بسكينة تكون حامية جدا، وبعد كده بمشرط يفتح البطن. الفتح كان احترافي جدا على قد الجلد بالظبط من غير ما يلمس الأعضاء الداخلية. ال10 ضحايا ما خدوش في ايد الجاني أكتر من ساعتين، تقريبا من 2 الفجر ل4 الفجر، وده يثبت إن مستحيل يكون شخص واحد، دول أكيد مجموعة محترفة. بس الداخلية كان ليها رأي تاني خالص. عشان الداخلية تقفل القضية اللي قلبت الدنيا، طلعت بنظرية غريبة: القاتل واحد وهو مختل عقليا بس ذكي جدا. طيب ازاي اجتمعوا مع بعض؟ قالك ان الأمراض النفسية هي اللي خلاه يقتل بالبشاعة دي، وذكائه هو اللي خلاه ينفذ بدقة من غير ما يسيب أثر وراه. لما حوالي يجي 300 واحد من البلد مشكوكين فيهم، وصفصفوا في الآخر على 3 مرضى نفسيين باعتراف الناس كلها. وأول واحد حاول يقتل أخته، وما كانش بعيد إن هو يكون هو اللي عمل الجريمة دي، والتاني بيجيله أوامر من السماء. أما التالت اسمه محمد علي عبد اللطيف، اللي قالوا عليه هو الجاني الحقيقي. تحريات قالت إن محمد عبد اللطيف ده عنده وسواس قهري وهلاوس، ما أخدش الدواء بقاله أكتر من 2 أسبوع، وربطوا بينه وبين الضحايا بقصة قعدة عرب قديمة. قالوا إن محمد نط على سطوح واحد من الضحايا قبل كده وحاول يغتصب مراته، ولما الناس اتلمت عليه عملوا قعدة عرب كان حاضرها طه والحاج محمود والأستاذ يحيى. يعني ال3 رجالة اللي اتقتلوا كانوا هم الخصوم بتوعه في القعدة دي. ومن هنا قالوا إن الدافع هو الانتقام. بس هل يعقل إن مجنون ينتقم بالدقة الجراحية دي؟ وهنا وصلنا للمفاجأة الكبيرة في القضية من نظر الأمن.
قالوا لقينا فردة جزمة غريبة ببيت الضحايا التانية، ودوروا في بيوت المشتبهين فيهم ولقوا الفردة التانية فوق بيت محمد عبد اللطيف. وساعتها محمد بعد ضغط كتير من الداخلية اعترف ومثل الجريمة قدام النيابة، والكل قال مبروك القضية اتحلت. بس شوف اللي حصل. لو وصلت لحد هنا ما تنساش دعمك باللايك والاشتراك عشان تقدر تسمع كل القصص الجديدة. ويلا بينا نكمل القصة. الدنيا اتقلبت لما المحامي الراحل والنائب طلعت السادات دخل القضية دي. السادات ما كانش بيشوفها مجرد جريمة، السادات كان بيشوفها مجرد تمثيلية رديئة الإخراج. وقف قدام المحكمة وقال بأعلى ما فيه: ازاي شخص واحد ايا كان درجة ذكائه يقدر يقتل 10 اشخاص في ساعتين ويفضل محافظ على نفس الدقة الجراحية من اول جثة لحد رقم 10؟ إذا كان الطب الشرعي نفسه قال إن العملية دي محتاجة على الأقل من 5 ل 6 أفراد ينفذوها مع بعض عشان يضمنوا إن محدش يهرب أو يصرخ. ومن هنا بدأت خيوط التلفيق تظهر للنور، وبدأ اسم حازم درويش يتردد ما بين الكتاب لأنه هو اللي بيجيب لك القضية كاملة. نرجع لقضيتنا. الداخلية في الأول قالت إن محمد عبد اللطيف مختل بس ذكي، بس المستشار طلعت السادات استنجد بلجنة طبية متخصصة كشفت على محمد، والنتيجة كانت صعقة. اللجنة أكدت إن محمد سليم تماما من الناحية العقلية، بس عنده حاجة اسمها محدودية في الإدراك والذكاء. في حاجة تانية الطب الشرعي ذكرها والكل حاول يعديها: آثار مادة مخدرة لقوها على مخدات الضحايا، وده بيفسر لنا ليه محدش قاوم ولا حتى صرخ. المخدر ده كان دليل القاطع إن في تخطيط مسبق من جهة منظمة، مش مجرد نوبة جنون مفاجئ في الوقت اللي البلد كلها كانت مستنية إن القضية دي يظهر فيها أي حاجة جديدة. حصلت مفاجأة ما كانتش على البال. محمد عبد اللطيف اللي اتقبض عليه واعترف بتمثيل الجريمة بدأت تظهر في كلامه حاجات خلت المحققين والمحاميين يتفاجئوا، واللي هي إن محمد قال في اعترافاته إنه اعترف تحت ضغوط نفسية صعبة جدا، وحكى إن دفعه الوحيد للاعتراف كانت حماية أهله بعد ما حس إنهم ممكن يتضروا بسببه. ومن هنا ظهر المحامي الكبير طلعت السادات اللي قرر يقلب الترابيزة ويثبت إن الاعتراف ده ما يركبش مع المنطق الجريمة ولا مع الأدلة الفنية اللي على الأرض. المحاكمة ما كانتش مجرد جلسات، دي كانت مباراة بين الرواية الأمنية وبين المنطق الطبي. ونوصل بقى للدليل اللي كان مفروض ينهي كل حاجة من أولها: فردة الجزمة اللي لقوها في مسرح الجريمة. وهنا المحكمة جابت خبير أحذية مخصوص عشان يطبقها برجل محمد، وكانت الصدمة اللي ما كانش حد يتوقعها. الجزمة كان مقاسها 42 ورجل محمد كان مقاسها 45، يعني مستحيل يلبسها أو يتحرك بيها، فما بالك إنه ينفذ بيها مجزرة ويطلع بيها سطح البيت كمان. ده غير اللجنة الطبية اللي كشفت على محمد أكدت إنه إنسان سليم عصبيا بس ذكائه محدود، وده بيتعارض تماما مع صفة القاتل الذكي اللي صمم الجريمة دي بدقة جراحية ما بيغلطش فيها ملي واحد. نيجي بقى اللي مهم في القصة، قصة بني مزار والسر اللي محدش قاله. أهل البلد حكوا عن واقعة غريبة حصلت قبل الحادثة بأسبوع. لجنة ادعت إنها من وزارة الصحة ولفت على البيوت بحجة تحليل دم الفيروس منتشر، وعلموا على بيوت معينة اللي هي وقعت فيها المجزرة بالظبط. وزارة الصحة لما اتسألت أنكرت تماما إنها بعتت حد، وده فتح الباب لرواية عصابة تجارة الأعضاء الدولية. ناس متخصصين دخلوا القرية بتمويه طبي وعلموا على طلباتهم ونفذوا الجريمة بكل احترافية. المستشار طلعت السادات صرح بعدها إن الجثث كانت ناقصة كليات وقرنيات، وده اللي خلى الناس تقول إن الموضوع أكبر بكتير من مجرد مختل بينتقم. قدام كل الانتقادات دي وشهادة الأخت اللي قالت إنها أجبرت على الاعتراف بإنها غسلت جلابية أخوها وإنها قالت الاعترافات تحت ضغط، بعد منها المحكمة أصدرت حكمها التاريخي ببراءة محمد عبد اللطيف. القضاء المصري شاف إن الأدلة متهالكة ومش راكبة على بعضها. عشان يقفلوا الملف ده محمد سافر هو وأهله الإمارات عشان يبدأوا حياة جديدة بعيدة عن الكيل والقول وعن ضغط الرأي العام. القضية اتأيدت ضد مجهول، والحقيقة فضلت تايهة بين رواية السحر والقرابين وبين رواية تجارة الأعداء، والفاعل الحقيقي فضل لغز محدش قدر يوصله لحد اللحظة دي. قصة بني مزار هتفضل جرح في ذاكرة السعيد ولغز ملوش حل غير في خيال اللي عاشه. شوف اللي حصل، دورها إن تعرض عليك الحقيقة زي ما كانت. ويا ريت ما نسيبش الأيام تنسينا أرواح ال10 غلابة اللي راحوا ضحايا غدر ملوش أي تفسير. هل كان رصد فرعوني ولا تجارة أعضاء ولا سر تالت خالص؟ الله أعلم. والعدالة السماوية هي اللي في إيديها الحقيقة الكاملة.
نتقابل في حكاية جديدة وقصة جديدة. كان معكم حازم درويش.